ده ولا مين راند ده؟ هندي. فايه قصه راند ده؟ لان كتير من الناس فاهمه انه او يعني كتير من الناس مش عارفه ايه قصه راند، وخاصه ان احنا بدانا نعمل او الاعداد عندنا عمل سيرش او بحث على الموضوع ده في ويكيبيديا، وهي اكبر طبعا موسوعه معروفه للمعلومات، فما لقيناش معلومات عن راند بالعربي، لقينا المعلومات اغلبها بالانجليزي. هل دي برضو دي مقصوده ولا ايه؟ فهمنا ايه القصه. فهم عندهم مجموعه مؤسسات بحثيه، المؤسسات ديت بتعمل سواء بدعم حكومي او بدعم من شركات المتعدده الجنسيات زي فورد وروكفلر وغيرها. مهمتها انها بتطلع ابحاث لدعم السياسه الامريكيه بما يخدم المصالح، سواء مصلحه الشركه او مصلحه الدوله. التقرير عنوانه بناء شبكات المسلمين المعتدلين. تمام. فكره البحث باختصار بيقولوا دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نحدد ان بناء شبكات المسلمين المعتدلين ديت هي اللي هتحدد دلوقتي مصير امريكا، وهي اللي تحدد ان كنا هنتجه، ان كان خطر الجهاديين بين قوسين سيستمر خلاص، ام ان اللي هيكون الغلبة للوسطيين. وهو بيقول ان الوسطيين يختلفوا عن المتشددين برضه بين قوسين. كويس. ان المتشددين عرفوا يعملوا شبكات كبيرة على مستوى العالم، شبكات ممولة، حتى تعبيرهم برضه ممولة بين قوسين. هو ايه المقصود بالمتشددين والوسطيين؟ تعرفهم ده بيستقون منين؟ يعني مين اللي بيدي لهم المعلومات دي من الوطن العربي، فبالتالي بيستدلوا ان هم دول المتوسطين؟ احنا مش هنقول من الوطن العربي، انا هقول لك تعريفهم هم ليه. بيقول في البحث ترجمة الحد الفاصل بين المسلم المعتدل والمتطرف هو قبول تطبيق الشريعة أم لا. الحد الفاصل بين المسلم المعتدل والمتطرف هو قبول تطبيق الشريعة أم لا. صار شديد جدا. ترجمة المحافظين للشريعة غير متوافقة مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، بمنتهى الصراحة. كلام ليس فيه أي لبس. يعني هي ده الخط الفاصل ما بين المتشددين من ناحيه والمعتدلين من وجهه طبعا. يعني المعتدل هو اللي مش عايز يطبق الشريعه بالظبط. اذا انا لو قلت ان انا دلوقتي اؤمن بتطبيق الشريعه يبقى اصبحت متشدد في نظري. متشدد. يعني انت كده متشدد يا بنا. هو حاطين 10 اسئله، ال10 اسئله دي اجابتها تحدد انت متشدد حول ولا قوه الا بالله ولا راجل كويس. طب نسمعهم بقى. يعني هو العنف اللي بتعرفهم طبعا. هل دعمه سابقا؟ العنف اللي هو الجهاد مثلا؟ هو مش محدد، بس هو من الواضح ان يعني مثلا دلوقتي هم بيعتبر ان المقاومه الفلسطينيه عنف. بس كلمه عنف دي واسعه قوي، يعني هل هو فعل ولا رد فعل؟ ما هو في عنف فكري وفي عنف. صحيح. اكمل. السؤال الثالث بقى ده خطير جدا، وعشان انا هقوله لك للاخر وبعدين ايه نشوف دلالته ايه. هل يدعم الديمقراطيه؟ طب احنا الاسلاميين بيدعموا الديمقراطيه نوعا. طيب بقى النهارده دلوقتي لما تيجي تسمع مثلا بعض العلمانيين يقول لك ايه، هي الديمقراطيه مش مجرد صناديق انتخابات، دي حريات والكلام من ده. بقيت السؤال بقى، ولو يدعمها هل يدعمها بمفهوم الحريات العريض ام لا؟ يعني يدعم الديمقراطيه بتاعتنا ولا بتاعتهم؟ بالظبط. هل يدعم حقوق الانسان المعترف بها عالميا؟ هل يوجد اي استثناء في هذه الحقوق مثل استثناء حريه العقيده، تبديل الاديان، الرده، الكلام ده؟ حريه المراه مثلا. هل يؤمن بان تغيير العقيده حق شخصي؟ الله. هل يؤمن بوجوب تطبيق الشريعه؟ هل يؤمن انه من حق الانسان ان يفضل القانون المدني في ظل نظام علماني؟ هل يؤمن بأن الأقليات يجب أن تحصل على نفس الحقوق مثل المسلمين؟ طبعا الإجابات كلها لازم تبقى نعم. هي القضية في حاجة، أنت أسئلتك دي أنت في أسئلة تاني لسه؟ في 3 تانيين. طب يعني أكملهم. هل يؤمن بحق الأقليات الدينية في بناء معابدهم وكنائسهم؟ تمام. هل يؤمن بقانون لا يفرق بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس؟ هل يؤمن أن الأقليات الدينية يمكن لأفرادها الحصول على مناصب عليا في بلاد أغلبية سكانها من المسلمين؟ انا بقى ليا ملاحظه مهمه جدا. ارهاب فكري والله. لا مش بس كده، انت وانت بتقول يا مروان دلوقتي الاسئله دي كلها تباعا، انا دورت في مخي كل مرشحين الرئاسه اللي موجودين دلوقتي والله قدرا يعني. صحيح. انا فوجئت ان تقريبا معظمهم ينطبق عليهم المواصفات دي. صحيح. للاسف معظمهم حتى احسنت. جزء من انت خدت من على لساني الكلمه اللي كنت هقولها، ان هذا الكلام اللي يقال دلوقتي هو نصيا ما يقوله المثقفين المصريين. نصيا. نخبة. خلي بالك ان البحث انا يعني على فكره بعض في اسماء بعض الاسلاميين كمان. صحيح. في خلي بالك بقى الاسماء الاسلاميه دي لا فيها كلام تاني. عشان في بعض الاسلاميين بيقولوا الكلام ده هيجي سيرتهم كمان في البحث. في الكلام دوت جاي من مثقفين مصريين ومشهورين، وبعضهم نواب في مجلس الشعب ومذكورين بالاسم في التقرير. فمش هنذكر طبعا اسمه. تمام. موضوع دلوقتي اللي هو تصنيفهم هم للناس ومصنفينهم كالاتي. بيقولوا ان اخطر تصنيف خالص الجهاديين. كويس. يقولوا دول اخطر صنف، الطريقه معاهم محاربتهم وتشويههم. تمام. خلاص دول على جنب. تاني حاجه اقلهم خطرا السلفيين والوهابيين. خلاص خلي بالك من النقطه بقى، هو بيقول ان وجهه نظر الاوروبيين دول مش متشددين. وفصل ما بين السلفي والوهابي. هو بيقول هم مش متشددين من وجهه نظر الاوروبيين. تمام. ولكنهم لا يزالوا
متشددين وجهة نظر الأمريكية من ناحية الحقوق. هنا بقى تلاحظ ان في بقى نقطة مهمة جدا بقى في الحتة دي، بيقول ايه؟ ان من ضمنهم بعض الفصائل الراديكالية بقلب جماعة الإخوان المسلمين. يعني هو عرف ان داخل جماعة الإخوان المسلمين اللي بيطلق عليهم احيانا التيار المحافظ يعني. صحيح. لدرجة ان هو من شدة الخلط عنده في المفهوم انه ذكر في التقرير نصا ان المبشر السلفي الشهير الدكتور يوسف القرضاوي قال كذا كذا حبيب كذا. قلبي. ده يدلك على ايه؟ لان هو بيدعم الجهاد جدا بالظبط. فهو ده اللي خلاهم يصنفوه الناحية دي صنفوا كده بعيدا بقى عن الفتاوي او كلام من ده. لا، بيدعم الجهاد، انت بتصنفت خاص في التصنيف ده. التيار الوسطي داخل جماعة الإخوان المسلمين ولكنهم يقولون ايه بقى؟ نحن نتشكك ان كان تغييرهم الفكري هل هو تغيير تكتيكي ام استراتيجي. بتضحك عليا بالظبط، ولا انت بتتكلم بجد وانت فعلا عايز تعمل الكلام ده؟ وحتى الان هم ينظرون اليهم نظرة الريبة. لا لسه مش مطمن له قوي. هو مطمن لمين بقى؟ بعديها بقى الصوفية باعتبارهم العدو الطبيعي للأصناف الثلاثة الأوائل. وهم قايلين في التقرير نصا، قايلين حيثما وجد الصوفية وجد الحليف الطبيعي للولايات المتحدة في الحرب ضد السلفيين. سبب كده في نظرهم بيقولوا ان حيثما وجد الصوفية فهم عدو السلفيين. هم واخدينها من منطق ايه بقى؟ عدوي صديقي. وهم متخذين السلفيين اعداء خلاص يعني صراحة. هم متخذين الاسلاميين عموما. بعديها بقى المسلمين التقليديين الغير مصنفين في اي تصنيف، دول كويسين او دول يسهل بقى التأثير عليهم. وفي الاخر بقى العلمانيين من غير الليبراليين، اخر حاجه خالص بقى الليبراليين، دول ايه بقى؟ دول احسن ناس خالص على فكرة. استدلالا على او يعني وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم